لكل اللي بيسالوني ازاي نصنع محتوى او ازاي تبقى كونتنت كريتور او صانع محتوى او كونتنت كريتور او صانع محتوى، نعمل ايه ونروح فين ونيجي منين؟ انا يا جماعه رحت مكان، او انا كنت الويف المؤسسه او اول واحد في حته اسمها فيرتيكال نتورك، هي اللي تبنتني في صناعه المحتوى، وادين ليهم بكل الفضل بعد ربنا. اتعلمت فيها ايه؟ اتعلمت كتابه، لان ما كنتش بعرف اكتب، مش بعرف اكتب ان انا ما بعرفش اقرا واكتب، لا، اتعلمت كتابه سكريبت، اتعلمت المونتاج، اتعلمت التصوير وكل التريكس بتاعه السوشيال ميديا، لغايه ما بقيت خلاص 2 مليون و700 الف متابع على كل المنصات. كل ده بسبب اللي اتعلمته في الورشه رقم 0 في فيرتيكال نتورك. ومش لوحدي، انا وناس كتيره جدا جنبنا القروبه اهي، علشان الناس بتقول انها امي، هي مش امي يا جماعه، بس عشان ايه؟ انا بطلع في الكومنتات انها امي، بس الناس بتسف بصراحه، فانا بسف معاهم. المهم، لو انت عايز تبقى صانع محتوى او عايز تتعلم مفاهيم صناعه المحتوى، عايز تبتدي تعمل كونتنت وما انتش عارف تروح فين وتيجي منين، تعال لنا في فيرتيكال بقى. هتتعلم الكتابه، تكتب سكريبت ازاي، الهوك بتاعتك تبقى عامله ازاي، هتتعلم التصوير، هتتعلم اضاءتك تبقى عامله ازاي، هتتعلم تقعد وفريمك يبقى شكله عامل ازاي، هتتعلم تمنتج، ودي اكتر حاجه انا ما بحبهاش بصراحه، عشان بس يعني ايه، انا ما بحبش المونتاج، بس هتتعلمه برضه. هتتعلم كمان فوق ده كله امتى انسب وقت تبلش فيه الفيديو، امتى الوقت اللي مش كويس، طب امتى تكن، طب اول ما تطلع تنزل كام فيديو كل يوم عشان تبتدي تتشاف اكتر، ايه اكتر منصات هتجيب لك ارباح محترمه، ايه اكتر منصات لا مش هتجيب لك ارباح بس هتديك ريتش محترم. كل ده هتتعلمه في ورشه فيرتيكال نتورك. هتلاقوني سايب لكم اللينك بتاع التقديم تحت في الكابشن كده، وممكن لو حابين كمان اسيبه لكم في الكومنتات. وربنا يوفق الجميع، ونشوف الناس كلها كونتنت كريتورز، حتى لو طلعتوا كمان اتكلمتوا في الاقتصاد زي حالاتي، محدش بياخد رزق حد. وهتلاقوني هنا قاعد على الكرسي اهو مستنيكم بكوبايه الشاي في فيرتيكال اكاديمي. ربنا يوفق الجميع. سلام عليكم.